حبايبي كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا في امان الله. نتوما كتشوفوا فيديو جديد. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا جيتكم بوصفه جديده، الوصفه اللي كتنقذني من جوع الليل، صحيه وما كتكلفش بزاف ديال الوقت وما كتكلفش بزاف ديال المكونات. كتوجد في اقل من 10 دقائق، وإلا كلاوها وليداتكم غادي ما غاديش يعرفوا فيها الشوفان كاع ابدا. كتجي لذيذه وصحيه و او ميم طون اللي باغي ينقص الوزن ديالو وخفيفه على المعده. ما نطولش عليكم في لا فيديو. ما تنسوش تدخلوا قناتي، تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بقاو معايا. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا نص بصله، عندي هنايا مطيشه ديجا مطحونه، طايبه مطحونه ومكونجوليه. عندي هنايا مطيشه الحك، معلقه صغيره، 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، معلقه صغيره د الكرافس، كاس ديال الشوفان، الزيت البلديه او زيت الزيتون. عندي هنايا بالنسبه للتوابل الملحه، الابزار، سكينجبير والخرقوم. وعندي هنايا كنور بالنكهه ديال البقري، والقزبر يابس، التحميره وفص ديال الثوم. هنايا غادي نحك البصله معاكم كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، في الحكاكه الرقيقه غادي نحكها. هنايا عندي البصله درتها في المقله تشحر تقلى، غادي نزيد معاها زيت الزيتون وغادي نحركها مزيان وغادي نخليها تقلى مزيان. هنايا غادي نجيب فص ديال الثوم غادي نحكو فوق منها، وغادي نوليو نحركو. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما تشحرات لي البصله والثومه مع الزيت، هنا غادي نزيد مطيشه وغادي نخليها حتى تذوب، نغطي عليها ونخليها حتى تذوب على خاطرها ومن بعد نتلاقاو. بقاو معايا. هنا من بعد ما دابت لي، هنا غادي نزيد الربيع، قزبر معدنوس والكرافس حتى هما. نزيد الكرافس، كتجي صراحة لذيذة هاد الشوربة هادي، ما تشبعوش منها، صحية، والانسان اللي باغي ينقص الوزن ديالو ممكن يشربها ياكلها عفوا وخفيفة على المعدة. هنايا 6 كنور ديال البقري تقريبا. هنايا التوابل اللي دايره ديال هاد الشوربه هادي تقريبا نفس التوابل اللي كيكونوا في الحريره. هنايا غادي نزيدو التوابل، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، تحميره، قزبر يابس. بالنسبه للملحه ما درتهاش، على حسب الذوق. الملحه حيت كنور جات هي هذيك عبار الملحه ديالها. كما كيف كتشوفوا هي تقلات مزيان التوابل مع البصله.
هنايا بالنسبة للشوفان غسلته مزيان حتى تصفى من الماء ديك النشا ديالو، وصفيتو وغادي نخويه هنايا في هاد. قبل ما نخويه غادي ندير الما، هنايا درت زلافة ونص تقريبا ديال الما. من الأحسن نديرو الما يكون غليان، أنا هنايا ما درتوش الما غليان، درت الما غير العادي ديال الروبيني. ديروا الماء غليان وخليوها حتى تغلي، وديك الساعة فاش ديروا الماء غليان عفوا غادي تخويو الشوفان ديالكم. انا هنايا ما درتش الماء غليان، غادي نخليها حتى تغلي واحد شويه، وديك الساعه نرمي الشوفان ديالي فوق منها. هانتوما من بعد ما غلالي الماء مع التوابل والبصله، هنايا غادي نزيد الشوفان فوق منها، وغادي نحرك الشوفان مع التوابل مع الماء مع البصله باش ما يبقاش مكور الشوفان. يعني كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال الشوربه، كتجي بحال هاد الطريقه هادي. يعني غادي نخليها تزيد تغلي واحد 5 دقائق ومن بعد نتلاقاو في تقديم الشكل النهائي. بقاو معايا. هانتوما من بعد ما طفيت عليها كتجي بهاد الطريقه هادي. يعني غادي نقدمها معاكم، واحد الرائحه طالعه منها ما نقولكمش كي دايره، رائعه بزاف. وانا ما كنتش كنبغي، انا ماشي من محبين ديال الشوفان، ولكن ملي دقت هاد الوصفه هادي درتها ودقتها وليت من المحبين ديال الشوفان، وليت كنديرها كنعتمد نديرها بزاف. كتجي خفيفه وخفيفه على المعده ولذيذه بزاف. هنايا درت لها واحد التزيين بسيط بالمعدنوس. هنايا وصلت لاخر الفيديو، ما نطولش عليكم الفيديو. مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنسوش تدخلوا قناتي، تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتمنى تجربوها وتقولوا لي في التعاليق كيف جاتكم. واش تبغيو ندير لكم المره الجايه الشوربه بالشوفان والدجاج؟ قولوها لي في التعاليق. ما نطولش عليكم الفيديو. شهيه طيبه، الى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.